صباح الخير، صباح التلج، صباح مش عارفة، يعني الجو تلج جدا 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 جدا، بس في كل الأحوال صباح النور عليكم يا حبايبي. صباح النور عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. بصوا، أنا قايمة النهاردة الجو تلج جدا جدا حقيقي، في المقطم عندنا جو ساقع جدا. وقايمة مش عايزة أكل، عايزة أشرب حاجة سخنة وخلاص. ففكرت كده، قلت ايه يعني، انا هفضل قاعدة لحد الولاد ما يجوا من المدرسة من غير فطار يعني، ومستحيل طبعا اشرب نسكافيه او شاي او اي حاجه. انا بفتح عيني اشرب شاي بحليب، بس النهارده ما كانش عندي خالص خالص ايه حليب. ففكرت كده وايه، جبت قلت خلاص انا هطلع مكعب من الشوربه النباتي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وايه وفعلا حطيتها في مج كده مع نص ليمونه، وصبيتها وشربتها. قلت بالمره تشوفوها على الطبيعه، تكونوا نسيتوها. طبعا هي حاجة مفيدة جدا على الصبح، او مش على الصبح عامة، يعني هي حاجة عامة مفيدة جدا لليوم، او لجسم البني ادم عامة. هتدفي ليمون بقى والبرد، ونزلات البرد برضو. قلت اطلع معاكم النهاردة كده في فيديو صغنن، نشرب مع بعض شوربة الخضار بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، وتشوفوها لحسن تكونوا نسيتوها ولا حاجة. اعملوها بجد في الشتاء، حلوة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان الولاد عندي يعني شبه رايحين جايين بالمجات دي، وحقيقة انا مبسوطة جدا جدا ان هم طول الوقت بيشربوها، بعد ما كانوا بيدوروا على نسكافيه وعلى كابتشينو وكل الكلام ده. لا، دلوقتي بقت اسهل حاجة عندهم، كل واحد بيسحب مكعب من الفريزر ويسيبه يتهوى بس شوية، وبعد كده يشربوا. حاجة مفيدة وحاجة مغذية، تشربيه بقى الصبح يدفيكي، تشربيه برضو بالليل يدفيكي، تشربيه في وسط النهار يعزيكي يعني. صباح الفل على اجمل متابعين في الدنيا. ما تخرجيش من الفيديو من غير ما تحطي اللايك.